واقي الشمس هو أول وأهم خطوة من روتين العناية بالبشرة، وخليني أقولها تاني، واقي الشمس خطوة إجبارية مش اختيارية، وده لأنه بيمنع الإسمرار والتصبغات وبيقلل التجاعيد وبيحمي البشرة من المسام الواسعة، وضروري جدا بعد جلسات الليزر والتقشير. واقي الشمس من غيره كل خطوات العناية بالبشرة ملهاش قيمة. وهقول لك ازاي تختار النوع المناسب لبشرتك. اولا لو بشرتك دهنيه فلازم واقي الشمس يكون خفيف القوام، يا اما جل يا اما فلوت، ويكون مكتوب عليه اويل فري يعني خالي من الزيوت، او ماتيفاينج عشان ما يسدش المسام ولا يعمل لمعه في الوش. واشهر انواع واقي الشمس المناسب للبشره الدهنيه والمختلطه هي الانواع دي. اما لو بشرتك جافه فاختار واقي شمس يكون كريم او لوشن غني ومرطب، غني بالمرطبات زي الجليسرين والهيالورونيك اسيد. ومن افضل انواع واقي الشمس للبشره الجافه هي الانواع دي. اما لو بشرتك حساسه او فيها حبوب او بعد الليزر استخدمي واقي شمس معدني بيحتوي على الزنك اوكسيد او التيتانيوم داي اوكسيد، وده لانه بيكون الطف على البشره وما بيسببش التهابات. وافضل انواع واقي الشمس للبشره الحساسه هي الانواع دي. وطبعا واقي الشمس بيتحط قبل الخروج للشمس بتلت ساعه، وبيتجدد كل 3 ساعات لو فضلت قاعده في الشمس، ولازم نحط كميه مناسبه، وما تنسيش الرقبه والودان. لو مش متاكده انهي نوع يناسبك، تحليل الصيدليه هنعمل لك تحليل بشره ببلاش ونرشح لك النوع الصح ليكي، وكمان في خصومات قويه على كل انواع واقي الشمس الفتره الجايه.